كتبنا في السيشنز اللي فاتت او في الفيديوز اللي فاتت كتبنا publisher وسبسكرايبر، وعرفنا ازاي بنكتب الببلشر وازاي بنكتب السبسكرايبر وازاي ان الببلشر بيكون تايمر بيست، يعني هو بيتريجر كول باك كل تايم بيريد معينه، وان السبسكرايبر بيكون ايفنت بيست، هو بيريسيف المسجز وده الايفنت اللي بيتريجر الكول باك اللي بتشتغل عشان تبروسس المسجز اللي السبسكرايبر بيريسيفها او بيستقبلها. طيب بس عشان بقى نرن السبسكرايبر ده والببلشر ده محتاجين بس نعمل حاجة بسيطة جدا، وهي ان احنا نخش في السيت اب دوت باي نقول لروس ان احنا عندنا النودز ديت، وان النودز ديت جواها الفانكشنز ديت اللي هي مين اللي انت محتاج ترنها في النتورك بتاعتنا. تمام، ده بس اللي احنا محتاجين نعمله. بعدين هنقوم عاملين كولكن بيلد البيلد ده عشان نابديت الانستول فولدر بتاعنا، وبعدين نعمل سورس للانستول عشان التيرمينال اللي يبقى فيها اخر ابديت للسورس كود بتاعنا، وبعدين هنقوم عاملين رن دايركتلي للببلشر، هنلاقيه اشتغل معانا على طول. طيب وهنروح بقى على التيرمينال الجديدة، هنقوم عاملين نفس الكلام، هنقوم عاملين سورس للانستول بتاعتنا عشان التيرمينال تعرف ان ده اخر تحديث السورس كود بتاعنا، وبعدين هنقوم عاملين ران للسبسكرايبر على طول. هنلاقي ايه؟ السبسكرايبر بيريسيف دلوقتي اللي الببلشر بيبعته. ممكن نحطهم جنب بعض هنلاقيهم ماشيين مع بعض. هنا الببلشر بيبعت هلو روبوت، السبسكرايبر بيقول انا سمعت منك اللي انت بعته. وده كده باختصار هو الببلشر والسبسكرايبر، وازاي بنكتب الببلشر وازاي بنكتب السبسكرايبر في روستو. في السيشنز الجايه بقى هنبدا نخش في السيرفر كلاينت او السيرفر كلاينت اركيتكتشر، وازاي بنكتب سيرفر وكلاينت، وازاي بنكتب سيرفيس، وايه الفرق بينهم وما بين الببلشر والسبسكرايبر بشكل عملي. احنا فهمنا بشكل نظري، هنفهمه بشكل عملي. وبعدين هنعمل الاكشن سيرفر، ازاي برضو بنكتبهم وايه الفرق بينهم وما بين اللي قبليهم. وبعدين هنبدأ بقى نخش في تفاصيل اكتر، وهي الكواليتي اوف سيرفيس، وتفاصيل اكتر في الكودينج سيشنز الجايه ان شاء الله. شكرا.